أحمد، والدة الدكتور كريم أسعد، تعازينا الكبيرة لحضرتك. وأيضا دعونا نرحب بالدكتورة سارة أسعد، أخت الراحل الدكتور كريم أسعد، وتعزينا مرة أخرى. بقى الله سبحانه وتعالى. إيه حكاية الدكتور كريم، مدام أمال، سافر لندن ليه بالأساس؟ هو كان مسافر عشان الدراسة من الأساس. هو كان مسافر عشان يقعد هناك فترة ويعمل دراسة الدكتوراه بتاعته. مجرد ما كان هيخلص كان هيسيب لندن ويتجه لأي دولة عربية أو يرجع مصر. ما كانش رايح هناك عشان العمل أو الفلوس، يعني كعمل كفلوس، لا. هو كان رايح هناك عشان الدراسة. سنه كام سنة؟ 31 سنة. 31 سنة. الدكتوراه خاصة في إيه؟ تخدير. تخدير. أيوة. طب يعني الموضوع مش خطير؟ يعني التخدير مش علم خطير؟ طيب دكتورة سارة، وأنت دكتوراه أيضا في الأمراض الجلدية؟ دكتورة، لا، أنا بعمل ماجستير بتاعي دلوقتي حاليا في الأمراض الجلدية. في الأمراض الجلدية. طيب يعني علم التخدير ما فيهوش أسرار يعني؟ هي الفكرة حضرتك مش موضوع ان علم التخدير فيه اسرار او لا. هي الفكرة ان في حاجة اسمها حرب شركات وشركات ادوية واحتكار، ودي حاجة معروفة جدا. كريم الله يرحمه كان بيعمل ريسيرش عن مادة بديلة للمورفين، تمام، ليها نفس يعني الافشنسي بس من غير السايد افكتس بتاعته. فانا لو اعمل بحث زي ده ويوصل للنور، شركات اللي محتكره تجاره المورفين دي تجاره بالمليارات، ودي الوسيله الوحيده اللي ممكن المورفين اللي هو ماده مخدره يدخل بيها البلد بطريقه ليجل. فما شركات زي دي تقفل هتتكبد خسائر فادحه. فهي كانت الحرب كلها ضد الريسيرش ده، مش عايزين اللي هو ماده يعني alternative للمورفين ان البحث ده يبقى له وجود اصلا. طب بصفة ان حضرتك يعني مش نفس التخصص لكن طبيبة واخته، يعني هل اطلعك على بعض التفاصيل اللي هو توصل اليها في هذا الموضوع؟ هو كعنوان البحث نفسه موضوع احنا عارفينه، ويعني هو قايل لي عليه، بس كديتيلز لا، وحتى لو قال لي انا مش هفهم فيها. طيب ايه اللي حصل بعد المفروض ان هو عمل هذا البحث اللي هو هيضايق شركات متعددة الجنسيات الموجودة في العالم؟ ايه القصة اللي حصلت عشان نرى في النهاية حادث مأساوي؟ تمام. هو كريم الله يرحمه اولا كان بقاله سنتين موجود. كان قعد في انجلترا، قعد 6 شهور الاول في مستشفى اسمها هيرفورد، بعد كده قعد سنه ونص في مستشفى اللي هي برنسس اوف ويلز في مدينه اسمها بريجند. مدينه بريجند دي مدينه صغيره في مقاطعه ويلز. هو عموما يعني مقاطعه ويلز الناس فيها معروفه دي صورته حضراتكم؟ يوم التخرج وانا وماما. ما شاء الله. مقاطعة ويلز أصلا معروفة إن هم يعني الويلش بيبل عموما متعصبين جدا، وإن هم حتى بيتعاملوا كدرجة تانية. يعني البريتش بصفة عامة عنصريين، والويلش عنصريين أكتر ومتعصبين أكتر. بريجان دي مدينة صغيرة جدا. من أول ما كريم الله يرحمه راح ومن غير حاجة، يعني من قبل أي حاجة في عنصرية واضطهاد ومعاملة يعني درجة تانية، أنت عربي، أنت مسلم، أنت مصري. دي بس اللي زود كل الموضوع ده موضوع البحث. كريم طبعا البحث كان عامله وكان بقاله قد ايه في لندن؟ امضى فتره قد ايه؟ هو مش مدينه لندن خالص، لان لندن يعني برضه ناس كتير بتقول ان لندن يا جماعه، لندن فعلا العاصمه ممكن يبقى فيها عرب، ممكن هم متعودين ان في اجناس اخرى، لكن كريم كان في مقاطعه ويلز في مدينه اسمها بريجند. يعني المستشفى في مدينه اسمها بريجند دي بقاله سنه ونص في المستشفى. يعني هو كان امضى بالفعل سنه ونص؟ يعني 6 شهور وبعدين سنه ونص في المستشفى. بس فهي كانت المضايقات كلها كانت العنصريه يعني، بس ما كانتش دي مضايقات للكل مش ليه شخصيا. بالظبط يعني. لا، ما هو كان الوحيد العربي المصري الموجود هناك في المستشفى دي. في المستشفى. والسن ده كمان في السن الصغير ده. يعني العرب الموجودين كانوا 2 وكبار في السن وجنسيات تانية. طيب بس يعني الضغط كان كله عشان الريسيرش ده ما يكملش. طيب مدام امال، كلمك حكى لك ايه على المضايقات دي من فضلك كوالده؟ يعني اباح لك يعني؟ لا، هو كان في مضايقات كتير، بالذات زادت في ال6 شهور الاخرانيين. ايه اللي حصل؟ وان كان بيعاني في مستشفى برنسس اوف ويلز بالذات ان الممرضات هناك شرسين شويه وطباعهم حاده، وانه ما كانش مبسوط معاهم، وانه كان دايما بيرجع لرئيس القسم، ورئيس القسم ما كانش بيعمل حاجه. يعني كان دايما هم من البدايه بيقولوا هو معادي لاسرائيل، هو مش بيحب اسرائيل. ليه جاب سيره اسرائيل؟ راجل راح يعمل علم، ايه اللي جاب باستمرار هم كانوا احنا حتى فوجئنا لما كريم قال لي راحوا اشتكوني وقالوا انا معادي لاسرائيل، انا مش بحب اسرائيل. لدرجه الانتربول لما كلمنا فكرنا ان هم يكونوا الصقوا بيه تهمه ان هو معادي لاسرائيل، لان هم عندهم التهمه دي موجوده، معاداه الساميه. معاداه الساميه. هل هو له كتابات ميول لا 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 سياسيه لا لا معينه او كذا؟ لا، هو كان كله خاص بالريسيرش، على اساس ان هم ايقنوا ان هو مش هيرضى يبيعوا او يفرط فيه او هيتنازل، يعني لان هم كانوا عرضوا عليه ان هو يروح مؤتمر في اسرائيل وكده، وهو كريم رفض. فهو من قبلها هم احس ان هو مش ميال لفكره اسرائيل دي، يعني هم
مش متخيلين ان ممكن 3/4 المصريين، مش هقول كلهم، كارهين لفكره اسرائيل او تواجد الاسرائيلي. اكتر من 3/4 المصريين مثلا لا في يقال ان البعض يعني مهادن او بس ما نقدرش نحصر نسبه، بس يا اكتر من ممكن كده صح، هي اكتر من كده كتير. بس احنا ناس من ضمن الناس لا احنا مش بنحب اسرائيل، فهم من البدايه كانوا بيقولوا احنا استغربنا رغم عدم كلامه ان هم بيقولوا هو معادي لاسرائيل، هو مش بيحب اسرائيل. ف يعني كانت الفكره من البدايه. في ال6 شهور الاخيره ضاق الوضع على الدكتور كريم، امتى ضاق جدا وحسيتي ان ابنك صعبان عليكي؟ 10/8 انا قلت له روح قول لهم انا ماشي وسايبكم. فراح قال انا ماشي وسايبكم خلاص، اخر الشهر انا ماشي وسايبكم. بعدها ليه 10/8؟ لان هو فعلا راح لهم عمل معاهم يعني كان اجتماع وقال لهم 10/8 انا ماشي وسايبكم خلاص، انا ماشي وسايب المستشفى، لو سمحتوا حضروا الCV بتاعي وخلاص على كده. بعد كده هو قال انا ندمت، انا كده عجلت موتي. يوم الثلاث قبل ما يموت قال لا يعني ثانيه، امتى قال انا يعني عفوا عجلت بموتي؟ لما قال لهم انا ماشي، لان هم قالوا له خلاص يعني كان التهديد مبطن، انت مش طالع من هنا. تهديد من مين يا فندم؟ من العاملين في نفس المستشفى، لان فيها ناس انا اذكر بعض من الاستاف يعني بعض من الاستاف والممرضين وكده. عارفين الاسامي دي، احنا عارفين الاسامي طبعا بس ما نقدرش نقولها دلوقتي يعني. واخد بال حضرتك؟ فالناس دي كان الاول تهديد مبطن. دي كمان دي اخر صور اتاخدت لكريم الله يرحمه ده اهو حضرتك. طيب خلينا واحنا بنتحدث تباعا المشاهد دي الصور الاخيره من لندن اللي في شرم. لا في شرم هنا عندنا. هو قبل ما يتقتل قعد عندنا هنا شهر في مصر، وقعد 4 ايام في شرم، يعني دي في 22/7 قبل ما يتقتل بشهر. خلينا تباعا. انا عايزين نجيب جواب الشكر كده موجود هنا على ضمنهم. طيب وفي معانا جواب شكر عشان مدام امال حبت ان هي تقرا لنا هذا الخطاب. تمام. يعني هو اصر ان هو يروح شرم لان هو كان بيحب شرم جدا. جميل. ده الفيزا كريم الله يرحمه كان مسافر المانيا في اول شهر 9، كان رايح مؤتمر علمي في المانيا كان هيناقش فيه البحث بتاعه. وبعد كده كان هيقدم على جوب انترفيو جديده خلاص، وكان المفروض نازل فرحي كان في اخر 9، وكان راجع مستشفى تاني، كان ماشي وسايبهم خلاص فور ايفر. وكان البريشر كله ان هو يعني اول ما قال لهم انا ماشي زي ما ماما بتقول لحضرتك ان هو قال انا دي ان هو كان تمام. دي كان بيدي محاضرات اللي هو مجلس الانعاش الاوروبي. دي المحاضرات دي كان بيديها في الكليات هناك عندهم وفي المستشفيات. يعني هو كان استاذ في مجلس الانعاش الاوروبي، الى جانب كونه كطبيب تخدير كان استاذ في مجلس الانعاش الاوروبي. وكان بيدي محاضرات في كل المستشفيات الجامعيه في انجلترا، وكانوا بيبعتوا يطلبوا له يعني احنا we are in desperate need لانستراكتورز، يا ريت تيجي تدي عندنا المحاضرات دي. يعني ده نموذج يعني المحاضرات اللي كريم الله يرحمه كان بيديها. ما يعني لما قال لحضرتك نرجع للكلمه المحوريه انا كده عجلت بموتي، ايه اللي حصل بين حضرتك وبينه بعدها؟ سيب المكان وامشي خالص. ده كان يوم كام؟ يوم الثلاث قال التهديد علني. قلت له يوم 23، هو اتقتل يوم 24 يوم 23 اغسطس. يوم 23/8 قال التهديد علني ان هم هيقتلوني. قلت له ما ترجعش المستشفى وسيب البيت بهدومك بكل حاجه، اصبح الصبح خد طياره وتعالى مصر. انت هنا وسطنا هتبقى في امان، ما حدش هيتتبعك ويجي عشان يقتلك في مصر. ادي كل الحكايه. بس هو راح تاني يوم بقى على العصر قال ان مشاجره كبيره حصلت بينه وبين ممرضه وان هو خلاص ماشي وسايب المستشفى. ففي اليوم ده اتقتل. المشاجره دي دكتوره عند حضرتك فكره دكتوره ساره اللي كانت عليه؟ انا ما اعرفش ديتيلز ان اليوم ده هو كلم ماما. قول لنا من جديد ايه اللي اكتشفه جديد في علم التخدير اللي هو هيعمل مشاكل للشركات متعدده الجنسيات في الادويه؟ هو البحث كان عنوانه بالظبط ماده بديله للمورفين. يعني البحث ده لو ظهر وصل للنور هنقول للشركات اللي بتعمل مورفين شكرا. هي غير ان الشركات متعدده الجنسيه هي المتحكم اصلا في تجاره المورفين. شركات دايما بيبقى فيها طرف، يعني مالتي ناشونال كومبانيز بس بيبقى فيها طرف اسرائيلي. فدي كانت المشكله كلها. كريم الله يرحمه قبل ما يتقتل جم قالوا له يعني بدل ما تحضر المؤتمر اللي في المانيا تعالى احضر المؤتمر، وجاء قال لنا عرض في مدينتين في اسرائيل تعالى احضر المؤتمر ده عندنا. كريم رفض. عرضوا عليه ان هم يشتروا منه البحث ده مقابل انه ما يتنشرش. كريم برضه رفض ليه انه يعني يبيع بحثه العلمي للشركات دي؟ ما هو كان يعني ما هو اكيد ما حدش بيرضى يبيع دماغه يعني وللعدو يعني انت بس انا مش بكلم الاسرائيليين، ليه رفض انه يبيع للشركات متعدده الجنسيات؟ لا هو تحديدا عشان اسرائيل. تمام، موقفه يحترم هنا، لكن ليه للشركات متعدده الجنسيات رفض؟ يعني لان فيها طرف اسرائيلي
ما هي مالتي ما ناشونال، هو بس جاله عرض هيبقى من شركه الشريك واحده، والشركه الرئيسي. دي كان فيها طرف اسرائيلي. كان ناوي يعمل ايه طيب بعد كده؟ هيناقش البحث ويظهره يعني للناس كلها، وياخد عليه ابروفل، وبعد كده بقى طيب، يفكر يعني. رحمة الله عليه، يعني رحل يوم 24 أغسطس. عملتوا إيه بعد كده عشان تعرفوا الحقيقة؟ هو اول حاجه يعني كريم، يعني زي ما ماما كانت بتقول ان يوم 24 قال ماما في خناقه كبيره حصلت وما ارجع هكلمكم. كريم ما كلمناش، احنا ما عرفناش غير بعدها ب3 ايام. يوم 27 ضابط من الانتربول المصري كلمنا، يعني احنا كان بقالنا 3 ايام في حاله هستيريا، مش عارفين كريم فين، موبايله مقفول، مش عارفين نوصل له على الانترنت. كلمنا قال لنا دكتور كريم في ذمه الله، وفي شبهه جنائيه في الموضوع، ولو في اعداء قولوا، ولازم تبلغوا وتتحركوا عشان نبتدي ناخد خطوات. طبعا الموضوع كان شوكينج بالنسبه لنا، ما كناش مصدقين، يعني ما حدش بيهدد حد بالقتل يوم وتاني يوم بيموتوا فعلا. بسرعه رحنا انجلترا، وهو حتى يعني في الاول مين اللي سافر؟ انا وماما. ويعني اول حاجه نجالنا بعدها ب3 ايام، يعني دي حاجه تانية، ان البوليس نفسه كان باعت لنا تعالوا عشان يعني معانا، يعني تعالوا عشان تساعدونا في الانفستيجيشنز، تساعدونا احنا والمستشفى. جميل. رحنا هناك، وصلنا يوم 1/9. لما رحنا فوجئنا ان مفيش اي حاجه خالص اتعملت اساسا. ما عملوش، يعني ما احترموش حاجه اسمها كرايم سين. يعني احنا رحنا بعد 8 ايام، كان المفروض نروح كل التحقيقات تكون اتعملت، مفيش حاجه اتعملت خالص. اول حاجه الجثمان نفسه اتحرك من مكانه، يعني الستاف بتاع المستشفى والاسامي اللي متقاله هي دي الاسامي اصلا اللي كريم الله يرحمه كان بيقول ان هم بيهددوه. حركوا الجثمان من مكانه للمشرحه، وبعد كده كلموا البوليس، تعالى استلم جثمان من المشرحه. طيب فين كرايم سين؟ طب يعني البوليس هنا لان ممنوع جنائيا حد يلمس لا اي حاجه، مش لا هم عندهم الموضوع ده عادي جدا، ما علقوش عليه. يعني ازاي احنا عندنا هنا في مصر ازاي تلمس جثه تشيلها من مكانها توديها مكان قوه القضاء الانجليزي يعني لا مش زي هم قضائهم غير قضائنا. يعني احنا بالنسبه لنا بتبقى خطوات قانونيه سريعه جدا توصل للقضاء، لا هم ممكن تقعد 4 سنين عبال ما تثبت، او بعد كده توصل للقضاء يعني خطوات طويله. وبعدين سابوه فتره طويله. يعني هو الموضوع ده، يعني مثلا يعني انا بس سابوه فتره طويله الا ان تحللت عفوا يعني لا ده بعد لا هو الموضوع كله جه كده ان شقه كريم اتسرق منها حاجات قيمه، اتسرق منها البحث، اتسرق منها فايلات، دي اول حاجه. تاني حاجه الجثمان بتاع كريم تحلل. تالت حاجه مفيش تحقيقات اتعملت. طبعا البوليس متواطئ حتى النخاع، البوليس الانجليزي. نسال على الكاميرات اتمسحت لان البوليس ما سالش عليها. الفايل بيدوروا عليه، طب ادونا الصور اللي صورتوها يوم مقتله، مفيش. كل حاجه علامات استفهام كله بيتغطى، بما في ذلك عمليه تحلل الجثه عشان ما يبانش اثار العنف عليه. سابوه انا عارف لمده 20 يوم. لا بعد 21 يوم قالوا الجثه ابتدت تتحلل، عبال ما وصلنا لحاجه و30 يوم كانت الجثه تحللت تماما. نعم. يعني عارف حضرتك، طب إيه كله تغطيه. مفيش حاجه بنوصل لها، مفيش اي حاجه، مليون علامه استفهام. كنت حضرتك هتضيفي ايه؟ يعني زي ما بتقول بالظبط، هو جريمه وتواطؤ ومع سبق الاصرار والترصد. رافعين انتوا قضيه هناك في المحاكم الانجليزيه متعمد للجسد، لان احنا يعني القضاء في الغرب برضو يعني منصف حتى اذا كان يعني. هل انتوا رافعين قضيه؟ احنا رافعين، بس هي مش بتبقى قضيه في الاول. هو بيبقى ستيبس الاول ان انا اقدم شكوى، تقصير البوليس، ازاي الجثمان تحلل، ازاي ده حصل في المستشفى. طب بعدين نبتدي يعني بعد كده يعني بعدين يبقى قضيه، يعني هي بعد كده تبقى قضيه. يعني مفيش حاجه اسمها تدخل الانتربول المصري هناك ساعدكم في الموضوع دهوت؟ هو الانتربول بلغنا، بس الانتربول المصري هو اللي بلغنا. ده هم يعني هو اللي قال لو في حاجه ضد. طيب لما رجعت وانا عارف ان ايضا كان هناك مضايقات بقى، ايه اللي حصل؟ ايه هي المضايقات اللي حصلت؟ لا والله هو احنا بعد ما رجعنا كان يعني دفنا كريم وخلاص. بعدها بفتره ابتدى اللي اسمه جوني ده يتصل بينا 24/10 بالظبط. 24/10 بالظبط جوني ده ابتدى يتصل بينا، وابتدى بقى تظهر شخصيه جوني. حضرتك قلتي ان هم يعني الابحاث تم سرقتها من ده هناك. انما احنا لمجرد ما جينا هنا خلاص بقت عمليه. انتوا ما معكمش ابحاث؟ الضحكه دي معناها ايه؟ يعني معاكم نسخه تانية من البحث يعني؟
ما هو ده السبب اللي كان بيخلي جوني ده يكلمني يعني أساساً. انت قلت لي في البدايه انتوا مش عارفين اسرار الموضوع، بس بالتاكيد كده لا، لازم يعني عندك نسخه تانية من البحث وحضرتك دكتوره، يبقى عندك النو هاو او السر بتاع الموضوع. خلينا بس يعني عشان احنا واضحين مع الجمهور، بس يعني ايه على الهواء مباشره. ما هو حتى يعني لا، انا تخصص تاني، ما انا هي لو هقراه تخصص مش تاني. هحل البحث فورمولا. موجود يعني، خاصه غير سهله دي يعني، هنترجم يعني مش حدوته يعني. ها ولا ايه لا، مدام امال؟ هو الفكره ان عمليه التتبع اللي ورانا حاليا يعني واضح ان انتوا عندكم يعني حاجات ما كانتش موجوده هناك، بعت لكم حاجات ما هو كانتش موجوده. عمليه التتبع بقى زي ما بقول لحضرتك ان هو جوني ده جه من 24/10 بيسال على البحث، بيسال على الشوز بتاعت كريم، لان هم واحنا نازلين ادوها في ايفيدنس باج، ادوها لنا في يعني حرز. تمام ادوها لنا كده يعني. فهو ان معاه هو بيدعي ان مع الميموري كارد بتاع التليفون الثالث اللي اتسرق من كريم، وكان كريم مسجل عليه التهديدات التي تلقاها. هو جاي عشان الثلاث حاجات دول. هل كريم بعت لكم التهديدات؟ هل معاكم نسخه من البحث؟ طب انتوا فين حاطين الشوز؟ هو ده كل الاتصال وكل مسعاه. وعرض علينا فلوس في الاول، ان هو ادعى ان اخته كانت بتحب كريم وماتت عشانه، حاجات زي كده يعني. وعرض مبلغ خرافي يعني. انتوا عايزين ايه؟ انتوا عاملين هيجان ليه؟ عرض كام المبلغ؟ 5 مليون دولار. وبعد كده ايه اللي حصل؟ طبعا احنا قلنا لا، احنا تمام. عايزين القصاص. لا، حصل ايه مع جوني؟ مع جوني فضلنا نتتبع معاه لحد ما تم القبض عليه حاليا. من قبل من قبل ما احنا اللجان الشعبيه قبضت عليه، سلمته للسلطات المختصه. هو الان محبوس بعدما تم تجديد الحبس له اكثر من مرتين. بعد 15 يوم و15 يوم. التحقيق معاه بشان ايه بقى؟ هم التحقيقات مع السريه حاليا. احنا حتى مش عارفين نوصل يعني هم وصلوا لايه. يعني هو المفروض في حد مدوا بالمعلومات كلها عن حادثه القتل. فده يعتبر يعني حلقه وصل بين هنا وبين هناك. طيب الجمهور لما عرف ان انا عامل حلقه النهارده والقصه يعني باختصار، قالوا لي طب احنا نقدر نعمل ايه للدكتور كريم ولاسرته؟ انتوا شايفين خطابكم موجه للراي العام في مصر، حابين نعمل ايه؟ والله حابين ان هم يتضامنوا معانا، وابسط حاجه ان هم يشاركونا في البيج كلنا الطبيب المصري كريم اسعد. دكتوره ساره، طبعا بنقدم الشكر. في ناس حاليا متضامنه معانا كتير، اكتر من 22 حزب وحركه سياسيه ونشطاء سياسيين كتير جدا، بنشكرهم جزيل الشكر. وبنتمنى ان الشعب المصري كله ينضم لنا لحملتنا على فيسبوك كلنا الطبيب المصري كريم اسعد، واحنا بنعمل وقفات احتجاجيه قدام القنصليه والسفاره. صفحه الطبيب المصري دكتور كريم اسعد. كلنا الطبيب المصري كريم اسعد. هتمدونا باللينك النهارده ان شاء الله عشان نضعه عندنا على الجروب البرنامج على الفيسبوك عشان المتابعين لنا. واي تي شو معاكم. يعني احنا طبعا تعزينا الكبيره للراحل الكبير والعقل في مثل هذه المكانه، وفي انتظار التحقيقات كمان اللي هي هتوضح الحقيقه كامله هنا في مصر وفي بريطانيا ان شاء الله. اتمنى ان يكون في تحقيقات جاده في بريطانيا، اتمنى يعني. على الاقل تحقيقات جاده هنا في مصر، هم قابضين على جوني، فهيبان. هيبان ان شاء الله. وان شاء الله يعني الحق سيعود ان شاء الله باذن واحد احد. ونترحم رحمه نتحول الى فقط